ميزامي ازول في اللون، مرحبا بكم معايا فيديو جديده. سالا الصيف، سالت العطله وجا وقت القرايه. الفيديو ديال اليوم غتكون موجهه للناس اللي باقيين كيقراو وحتى لي بارون اللي وليداتهم مازالين تلاميذ ولا طلاب. قبل ما نبداو اشتركوا في القناه، خليو جنب باش تدعموني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كيف كنقولوا البدايه ديال اي حاجه الا درناها مزيان او كانت مزيانه فغالبا النهايه ديالها حتى هي كتكون مزيانه. بما ان الاغلبيه ديال الطلاب او التلاميذ كيخافوا من النهار الاول ديال القرايه وكيجيهم ستريسون، عادي حيت كيكونوا موالفين الصيف العطله، شويه كتجي لا رونطري بالزربه وكيلقاو راسهم في فايبس جديده وناس جداد الى اخره. في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا شنو خاصكم ديروا باش النهار الاول ديال الدراسه يدوز مزيان وفي احسن الظروف. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. بحال كاع النهارات، اليوم الاول ديال القرايه غادي تبداه بالفياق من النعاس، وهذا الشيء كيخلينا نهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف واللي هي النعاس بكري. خاصك تنعس بكري وعلى الاقل 8 سوايع ديال النعاس. هذا الشيء نورمالمون خاصك ديرو ديما، ولكن حنا غنركزوا على الليله اللي قبل نهار الدخول. علاش؟ باش تفيق بكري وانت شبعان النعاس، وهذا الشيء غادي يعاونك باش تكون مرتاح، عندك طاقه، مركز ومستعد تستوعب اي حاجه مهمه غادي تقال لك باش دوز النهار كامل ترونكيل. واخا تكون انسان اللي ما كيفطرش حتى كيرجع للدار، فهاد النهار هذا غادي دير استثناء. نسى عليا الخروج بلا فطور ولا تاكل اي حاجه كما كانت غير باش تقضي. حاول تفطر مزيان مزيان، دير فطور اللي صحي. هادشي غادي يعطيك الانرجي اللي خاصك باش تبدا ودوز نهار زوين. انك تكون لابس مزيان، حوايج اللي مريحين الى اخره، غيخليك تحس براسك مزيان دون طابو، وهذا الشيء غادي ياثر بشكل اللي هو ايجابي في الثقه ديالك في راسك. دونك الليله قبل اختار حويجات اللي فاش كتكون لابسهم كترتاح فيهم او ميم طون كيجيوك زوينين، باش الصباح ما تضيعش الوقت في التفكير في شنو غادي تلبس. اتفيق، دوش، فطر، لبس حويجاتك. هادشي غينقص عليك ستريس وغيزيدك ثقه في النفس، وهذا الشيء غادي ياثر بايجابيه على النهار ديالك. الا درتي بالنصائح اللي قبل فغادي تكون عندك الطاقه باش تبدا نهارك مزيان، وبلا ما تحس غادي تجيك سهله تكون واحد الانسان الاجتماعي ومنفتح. هاد الشيء غيخليك تواصل مع الزملاء ديالك وتبدا محادثات وديه اللي غتعاونك تهرس داك الجليد وتبني علاقات من النهار الاول، وهذا الشيء غيخليك تحس بالراحه في البيئه الجديده ديالك. تصرف وكأنه نهار عادي في المدرسة. آمن براسك وبالقدرات ديالك في التغلب على التحديات. ثقة في النفس عامل أساسي باش تغلب على الصعوبات وتستفد من الفرص. وهنا غادي نقول لك تمشي تشوف الفيديو اللي كنهضر فيه على كيفاش تبني الثقة في راسك. أنا متأكدة غادي يعاونك بزاف. واخا تكونوا من النوع اللي ما عندكمش مع الناس بزاف، صبروا النهار الاول، استمتعوا بالوقت ديالكم مع الناس اللي دايرين بكم، حيت في كاع الاحوال راكم غادي تدوزوا معاهم العام كامل. دونك حاولوا تخلقوا صداقات وجو اللي غادي يعاونكم بطريقه ايجابيه. اي فوالا، هنا غنكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم. الا عجبتكم بارطاجيوها مع صحابكم، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. نشوفكم في فيديو جاي.